يا مساء الفل والجمال عليكم. رجعت لكم بقى بفيديو جديد، والقناة عندنا احنا قلنا سياستنا وشعارنا ان احنا هنعمل كل حاجة في البيت. رحت اصلا اشتري صلصة طماطم من السوبر ماركت، لقيت هاينز ب25 وكنور ب20، فاللي هو نعم ايه ده؟ البطرمان الصغير ده اللي هو اساسا ربع كيلو ده، وساعات ما بيكملش اساسا ربع كيلو، ب25 جنيه. ليه؟ ليه؟ كيلو طماطم ب5 جنيه. الشركات دي يا جماعة بدأت تستعبط خلاص، وكله بيتحجج اصل غليت، اصل الحاجة غليت، اصل الدولار مش عارف ماله. ايه علاقة ده؟ يعني انت ده 2 كيلو طماطم ب10 جنيه، الكيلو ب5، هي اساسا يعني ثابتة على 5 ومش عايزة تنزل كمان. يعني لو نزلت عن كده هنشتري اكتر ونخزن ونعمل اللي احنا عاوزينه، بس 5 يعني ها في المعقول. لما اعمل 2 كيلو ب10 جنيه، تمام، هنشوف بقى هيرمي معانا كمان كام بطرمان، وهيوفر معانا قد ايه. تمام، فيلا بقى نشوف هنعملها ازاي بطريقة سهلة كده وبسيطة، وتدينا ان شاء الله نفس النتيجة بالظبط. انا معايا هنا 2 كيلو طماطم اهو زي ما اتفقنا. هبدأ اشيلها، هجيبها واقطعها كده عشان اشيل منها الوردة اللي فيها دي. تمام، وابدأ اقطعها بعد كده تقطيع عشوائي كده اهو. تمام، هكمل بقى بقية الكمية وارجع لكم تاني. كده خلاص انا قطعت ال2 كيلو طماطم اهو، قطعتهم صغير كده بشكل عشوائي، وهجيب بقى البطاطسايه الصغيره وهقطعها عليها. البطاطسايه دي علشان تحافظ لي على قوام البطاطس، نشا طبيعي، وبرضك ناخد فايده البطاطس بدل ما نحط مثبت قوام ولا اي حاجه. مش محتاجين طبعا الكلام ده كله. تمام، وهحطهم بقى على النار عالية من غير اي مية ولا حاجة، هي فيها كده كده مية الطماطم. تمام، حطها على نار عالية، واول ما احس ان هي خلاص بتغلي اروح موطي عليها خالص، واسيبها بقى ايه لحد لما تتهري خالص معايا. تمام، طبعا انا هحط الحلة واغطيها. بصوا بقى يا جماعة، وده شكلها بعد ما طلعت خلاص من على النار. بصوا اتهرت ازاي وبقت جميلة ازاي. هنضربها بقى في الخلاط جامد وننعمها. تمام، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. هنضربها كده بالبطاطس زي ما هي. تمام، بصوا المية دي مية الطماطم، انا ما ضفتش مية. ماشي، علشان نبقى ماشيين مع بعض خطوة بخطوة كده. تمام، البطاطس بقى احنا هنضربها معاها ليه؟ علشان تدينا النشا الطبيعي. تمام، طيب نيجي بقى نضربها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هبدأ بقى اصفيها علشان القشر والبذر والحاجات دي. تمام، فهنصفيها بالراحة كده مع بعض. انا بقى هصفيها وهرجع لكم تاني. شايفين بقى يا جماعة كده خلاص بعد ما اتصفت وبقت ناعمة وجميلة اهي. تمام، اللهم بارك ما شاء الله كميتها حلوة. طيب ايه بقى الاضافات اللي هنحطها بعد كده؟ بالنسبة بقى اول حاجة معايا معلقتين من البابريكا. طيب في ناس بتحط معلقة بابريكا وبتحط مع تسوية الطماطم في الاول كده نص بنجراية عشان تديها لون الاحمر. تمام، فانا عشان ما حطيتش البنجر هحط معلقتين من البابريكا. تمام، بيديها طعم ولون في نفس الوقت. حلو كده. طيب بعد كده برضو معايا معلقة كبيرة ليمون. تمام، اللي هي نص ليمونية حلوة كده يعني. تمام، علشان الليمون يبقى مادة حافظة ليها. ومعايا برضو معلقة كبيرة من السكر. السكر برضو بيوازن الطعم وبيبقى مادة حافظة وبيعادل الحموضة أو بيقلل الحموضة. هنحط كمان نص معلقة كبيرة ملح. تمام، هنقلب بقى كل المكونات دي ونرفعها على النار لحد لما تتقل أو تقصر وتبقى تقيلة. تمام كده، هرفعها على النار وارجع لكم تاني. شايفين بقى الجمال والحلاوة، اللون رهيب.
والتقل بصوا التقل هيبقى كده، هو ده التقل الايه. طبعا هي لما هتقعد هتتقل تاني، تمام، كل ما هتبرد هتتقل تاني. انا عايزها بقى وهي لسه ببخارها كده، تمام، ان ايه نعبيها في البرطمانات وهي لسه بالبخار. تمام كده. هنجيب بقى البرطمان ونحط قمع كده ونبدأ نعبيها في البرطمان وهي لسه سخنة. بصوا بدأت تتقل وبقت جميلة خالص. هي لسه سخنة بقى، هنقفل عليها بالبطرمانات كده علشان نبدأ مرحلة التعقيم، ودي أهم السخنة ودي أهم مرحلة التعقيم. دي أهم مرحلة علشان نفضل محافظين على الطماطم أو الصلصة بتاعتنا. بصوا اللهم بارك، ال2 كيلو طماطم عملوا لي كام برطمان؟ 1 2 3 4 5. ده برطمان مربع 380 جرام ب5. شوفوا ما شاء الله، يعني حاجة تحفة بجد. شوفوا بقى أقل برطمان هنروح نشتريه من بره، تمام، هيقول لنا أقل حاجة، أقل شركة خالص 13 جنيه و14 جنيه. دي الشركات اللي هي أي كلام، تمام. لكن احنا عملنا شوفوا 5 برطمانات اهو ب10 جنيه. تعرفوا ان الناس دي بتضحك علينا، تمام. هنيجي بقى لآخر مرحلة وأهم مرحلة، مرحلة التعقيم، علشان البرطمانات تفضل محفوظة وتمام. هنرص البرطمانات في الحلة، ويكون في قعر الحلة في فوطة. الفوطة بتبقى عشان النار ما تبقاش مباشرة على البرطمانات، وبرضك تمنع ان البرطمانات تتهز فتخبط في بعضها والمية بتغلي، تمام. هحط بقى مية سخنة في الحلة لحد لما توصل لنص البرطمان، تمام. هسيبها على النار اول 3 دقايق كده. اول ما هتغلي هقفل عليها النار على طول واسيبها لحد لما تبرد، تمام، وارجع لكم تاني. وبكده بقى هنكون خلصنا خلاص، كل حاجة بقت زي الفل. شايفين بقى الجمال والحلاوة، حاجة بنظافة، توفير، يعني طعم ان شاء الله هيعجبكم لما تجربوه. تقل كل ما بتقعد كل ما بتتقل، تمام. تعالوا بقى نشوف موضوع التعقيم هو اللي بيحافظ لنا عليها. وعارفين لما بنجيب الصلصة وأول ما نفتح نعمل تك كده، هو ده بسبب التعقيم. تعالوا بقى نشوف التعقيم بتاعنا هيبقى ايه. التكة أو كبسولة الأمان اللي احنا بنسمع عنها في الشركات، نشوفها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي، سمعتوها؟ هي دي اللي بتحافظ لنا او بتتأكد ان التعقيم بتاعي سليم، تمام. تقعد معانا بقى بالشهور، مفيش مشكلة. طبعا عايزين بقى نستعد لرمضان ونلحق نشتري الطماطم قبل ما تغلى اكتر واكتر علشان نخزنها لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. خلاص هو فاضل 2 شهر تقريبا على رمضان، فاللي هو احنا نلحق بسرعة بقى نجهز ونحضر نفسنا لرمضان قبل القوطة بقى. زي ما انتم عارفين مجنونة، شوية بسعر وشوية تروح ضاربة خالص كده لفوق، وتبقى ب20 وب25 الكيلو. نلحق بقى بسرعة نخزن كده ونعمل منها ونصلص الصلصة. واشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي، ومع الف الف سلام.